مرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قنوات الرئيس حمام سليمان على اليوتيوب في برنامجكم البرنامج السوداني. البرنامج السوداني هو برنامج لتوثيق تاريخ وإرث معظم المدن السودانية. ابتدانا توثيق أول توثيق لنا في قرية في ولاية نهر النيل في مدينة بربر، قرية الحصى. نتمنى إنه الحلقات تنال إعجابكم، ويا ريت تسامحونا على الأخطاء لأنه دي البداية، والبداية فيها تعثرات أكيد، وإن شاء الله يعني في الحلقات القادمة إنه الأخطاء حتقل وحتتمحي نهائي إن شاء الله، وإن شاء الله بكرة أحلى. عن التاريخ في بلادي أتحدث، عن الزمان والعصور القديمة في وطني، أطل على الجمال في التاريخ ليتجمل فكري به، لعلي أرى الأجمل. أنثر عبيرا عاش زمانا طويلا مغلقا في صندوق، وهذا العبير هو تاريخ لقرية من إحدى قرى مدينة بربر، سطرت اسمها في التاريخ بالذهب. قرية من أقدم القرى السودانية على مر التاريخ، قرية عمرها تجاوز 1000 سنة، وأن التاريخ لا يكتب نفسه، فنحن من نكتب التاريخ. ولهذا جئت لأسطر في كتاب التاريخ هذه الأسطر عن قرية الحصى. قرية الحصى قلعة التاريخ لمدينة بربر، والإرث السوداني عظيم. كان أبناؤها ملوك، وكان ملوكها عظماء. يرجع مبدأ تاريخها إلى الألفية الأولى أيام السلطنة الزرقاء. تثبت جغرافيتها إلى أواسط مدينة بربر، تحدها شمالا قرية الدانجيل، وتحدها جنوبا قرية العزيراب، وتحدها شرقا المشاريع الزراعية، ويحدها غربا مجرى نهر النيل العظيم، ويعم جوها الأمن والاستقرار والأمان. أغلب أبنائها يعملون على الزراعة وأيضا على التجارة والرعي. تاريخ الحصى كثير وكبير، إلى الآن لم نعلم منه إلا القليل. إن الناس ينادونها بالقرية، وهذا بجغرافيتها، ولكنها وطن بتاريخها الناصع، وطن يحمل ذكريات جدودنا الذين حاربوا من أجل أن نعيش كرماء أعزاء، من أجل أن نستطيع أن نبني وطنا بذاتنا، من أجل مستقبلنا ومستقبل أبنائنا. سنوثق في أول حلقاتنا اليوم عن خلوة الحصى، الخلوة القديمة. وهذه الخلوة يرجع تاريخها إلى أيام السلطنة الزرقاء، حيث كان هنالك 3 خلاوي فقط في السودان: خلاوي القبش، وخلاوي ضنقلة، وخلاوي الحصى. وعاشت هذه الخلاوي آلاف السنين إلى أن تهدمت. ربت أجيال وحفظت أجيال القرآن،
علمت أجدادنا وأجداد أجدادنا. هذه الخلوة قديمة جدا. مسجد اثنين قديم ده عتيق، قالوا في من زمن السلطنة الزرقاء واللي للغبش واللي لدنقلة، دي اللي ظهروا في السودان، لكن دي اللي حالات دي العصر دي جداد. لا بعد أن خرجت الخلوة أكبر عدد من حفظة القرآن الكريم لأبناء السودان عامة، ولأبناء بربر خاصة، ولأبناء الحصى بالأخص، تهدمت حيطان الخلوة وانتهى بنيانها ونزل سقفها إلى الأرض وأصبحت مهجورة. ودار الزمان ودار الزمان ودار الزمان ودار الزمان إلى أن جاء حسن المامون ليفتتح المسجد الحالي، ليبني المسجد الحالي ويفتتحه جامع البناوي الرئيس جعفر محمد عثمان نميري في العام 1971 وسط فرحة كبرى وابتهالات عند أبناء الحصى. وأصبحت الحصى تدرس الأجيال في الخلوة إلى الآن، وما زالت تخرج الحفظة. البناوي حسن المامون الورا ده، قال لك البناوي حسن المامون الورا ما تلاحوا ذاته افتتحوا الميري، ذاته افتتحوا الميري اي جاوا هني، يميل ده كان هي زيارة. إن شاء الله في هذه الحلقات الموجهة إن شاء الله هذه الحلقات هذا
نعم. ليس أمام السرطان أو سروني سرطان ولا لا تستو تاتتم سرطيكو ليس أمام ليفتتي ليفتحي ده ليفتت ليفتتحه ليفتتحه